السلام عليكم. النهاردة جولتنا في جليم باي اللي عمل فرقعة جامدة قوي في اسكندرية من ساعة ما ظهر، وخد شهرة جامدة قوي حتى أي حد بيجي من بره اسكندرية بيبقى عايز يروح جليم باي. أنا مصوره لكم أهو من بعيد، هو طبعا في منطقة جليم، وهعرفكم سبب شهرته الجامدة قوي دي ليه. لو تلاحظوا هو جليم باي عبارة عن لسان كان في البحر، عبارة عن لسان صخري في البحر. قبل ما يعملوا المطاعم والكافيهات دي ويطوروا للمكان كان مجرد لسان في البحر، وكان حتى ضلمة، ما كانش فيه أي إنارة أو أي إضاءة أو أي حاجة. فلما ظهرت المطاعم دي فجأة في المكان، مش فجأة يعني بس بشكل سريع، فطبعا الكل انبهر إزاي المكان اللي كان ضلمة كده ومحدش يعني مهتم بيه، أو محدش يعني ما كانش يعني محط اهتمام لحد، بقى بالجمال ده وبقى بالرقي ده وبقى بالمستوى ده. النهاردة هندخل جليم باي وهنصوره حتة حتة، هصوره لكم فعلا بالتفصيل. هتلاقوا أي حد صور في جليم باي عمل ريفيو عن مطعم من المطاعم اللي هناك أو كافيه من الكافيهات اللي موجودة، لكن محدش غطى تغطية كاملة لكل المطاعم أو اهتم إن نعرف إيه المطاعم كلها الموجودة فيه أو إيه الكافيهات أو إيه القعدات. النهاردة هنشوفه بالتفصيل. دي طبعا ديكورات وزينة علشان خاطر رمضان. ده مكان للصلاة. احنا كده لسه بره. ده الباركينج بتاعه كبير جدا، يعني واخد المنطقة دي، واخد كمان منطقة بالطول على مساواة الكورنيش اهي، هنشوفها دلوقتي اهي. المنطقة اللي بالطول دي كلها جنب الكورنيش. كده بقى هندخل في الممر بتاع جليم باي. اول حاجة بنقابل بنك كريدي اجريكول. في على ايدنا اليمين اول مطعم بقى هيقابلنا او اول كافيه، كريسبي كريم. ده دوناتس وكوفي، بس طبعا ده يعني اصغر مساحة في المطاعم كلها. بس تشوفوا برضو الفيو من عنده، يعني اقرب حاجة لجليم باي سان ستيفانو. طبعا هنتعرف على كل المطاعم والكافيهات الموجودة، وهنشوف طبعا الاعداد بتاعتها والفيو الساحر بتاع كل مطعم منهم. احنا كده بصوا لسه المسافة، احنا لسه في اول كافيه. احنا قصدنا البنك، طبعا البنك الناحية التانية ملهوش قعدات، البنك طبعا اللي بيستنى جوه. المكان ده كله بتاع ستاربكس، بس ستاربكس طبعا مقاطعة ملناش دعوة بيه. بصوا بقى البحر من هنا منظره عامل ازاي. والحقيقة يوم التصوير كان البحر هادي جدا، حصيرة زي ما انتم شايفين، ما كانش فيه موج عالي، كان الجو حلو قوي والشمس. الموجة بسيطة هادية قوي. شوفوا اللي قاعد شايف كل المنظر ده، واحنا لسه في اول كافيه. كل ما هندخل في الممر جوه وفي الكافيهات جوه هتحسوا ان انتوا قاعدين جوه البحر، هتحسوا ان انتوا مش قاعدين في كافيه، لا انتوا في يخت او في مركب جوه البحر. احنا كل ده لسه في ستاربكس. طبعا كل مطعم منهم بيبقى له اندور واوت دور. باباروتي اندور واوت دور. طبعا هنا مقفلين القعدة طبعا الخارجية دي علشان المطر او البرد بالليل، لان طبعا الجو بيبقى صعب جدا بالليل.
هنا كنت باحاول أصور لكم المنيو بس تقريبًا ما ظهرتش أوي يعني. طبعًا أنا باصور الصبح بدري وإحنا في رمضان، ما كانش طبعًا حد موجود خالص، وأنا متعمدة طبعًا أروح الصبح بدري علشان ما يبقاش في guest وأقدر أصور براحتي، أو عشان ما حدش يتضايق يعني. نروح بقى هنا على أول كافيه في الدور الأول، لإن كل كافيه في الدور اللي فوق له سلم منفصل. على إيدنا الشمال وإحنا ماشيين هنلاقي كل كافيه له سلم منفصل، ده كافيه ليموند ده السلم بتاعه. وبعدين هنمشي تاني في الطرقة هنلاقي ماء الدهب للعطور، ATM، وفي تويلت كمان. سيدات ورجال طبعًا. هنمشي شوية بعد ماء الدهب هنلاقي بقى تاني سلم هيقابلنا اللي هو بتاع المطاعم العلوية اللي فوق. ده كافيه بيبتو. هنمشي كمان شوية ده مطعم نص رغيف. دي القعدات بقى بتاعة الoutdoor برضه مقفلينها علشان البرد والجو صعب شوية. يعني أنا باقول لكم اليوم ده بصراحة كان حظنا إن إحنا كنا بنصور في الجو كان جميل. بصوا أنا مصممة كل كافيه أوريكم الفيو بتاعه عامل إزاي من عند البحر، بتبقوا قاعدين حرفيًا كأنكم قاعدين فوق المَيّة. الفيو المفتوح طبعًا ده أكتر حاجة بتميز جليم باي. إحنا كل ده لسه في نص الرغيف. ليك حرية الاختيار بقى تقعد indoor أو outdoor براحتك. بعدين بوكا، بصراحة كان أجمل حاجة شدتني يومها الديكورات بتاعة رمضان، والزينة بتاعة رمضان بتاعتهم راقية جدًا، حلوة أوي. قعدات بوكا هي أغلبها طبعًا كافيه ومطعم في نفس الوقت، تقدر تطلب أكلات وتقدر تطلب مشروبات. بالمناسبة هي ما فيش يعني أغلب المطاعم هناك ما فيهاش minimum charge، يعني تقدر تطلب اللي أنت عايزه، ممكن مثلًا ب100 جنيه تقدر تقعد قعدة زي دي، تطلب قهوة، تطلب نسكافيه، تطلب أي حاجة ممكن تقعد بمشروب. ده بقى تالت سلم لكافيه فيتو، بيوروكوا هنا إن هم عندهم سوشي، بس طبعًا القعدات دي مش تبع فيتو. شوفوا بقى هنا المنطقة دي اللي في النُص، دي سايبين منطقة في النُص ما فيهاش كافيهات أو يعني قعدة مطاعم أو كافيهات، دي مخصوصة بس للتصوير. هتروحوا هناك وهتلاحظوا إن المنطقة دي ما بتفضاش، لإن كل اللي بيروح فعلًا بيروح يتصور في المكان ده. بعديه سلطانة آيس كريم، مطعم مشويات.
دي القعدات بتاعته. بعدين هنروح برضو هنلاقي سلم طالع على الكافيهات اللي فوق. ذهب، مطعم للأكلات الهندي والصيني. هو يعني غالي شوية بس يعني تجربة جديدة يستاهل. دي قعدته جوه. ده بقى منظر البحر بعد ما دخلنا لجوه قوي. بصوا جميل جدا، حقيقي كأنك قاعد في يخت أو في مركب جوه البحر. نكمل لقدام. دي لافيجا، السلم طبعا ده في الدور اللي فوق. على فكرة كل ريستوران من اللي فوق بيبقى له دور اللي هو الدور الأساسي بتاعه كمان فيه روف. بابلو، شيليز تحت مش فوق. كوستا، سكالا. دي كمان منطقة تانية فاضية بس دي في آخر الممر خالص، نقدر نتصور فيها برضو، فيها ديكورات لرمضان. تافيرنا، هي تبع تافيرنا. ماجيك تاون، كيدز اريا فيها شوية ألعاب حلوة قوي للأطفال وللكبار كمان. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا، أتمنى يكون عجبكم. أتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة.